السلام عليكم. فيديو جديد النهارده، كبسولات التوينز. بالنسبه للناس اللي ما تعرفش موضوع الفيديو او طبيعه الفيديو او بيتكلم عن ايه، كبسولات التوينز فيديو بيبقى مختصر او فيديو بسيط جدا بيتكلم عن اخبار النادي الاهلي واخبار الاوروبيه بشكل مختصر وبسيط، وعشان يفيد الناس وفي نفس الوقت عشان الناس اللي ما بتتابعش تعرف ايه اخبار النادي الاهلي اللي حصلت على مدار اليوم. اول كبسوله معانا النهارده يا شباب. النادي الاهلي ادى اول مرة ليه النهارده على ملعب تي بي مازيمبي الساعه 4 العصر، وزي ما انتم شايفين قدامكم الملعب سيء جدا ونجيله صناعيه سيئه جدا، وربنا يستر على اللعيبه بتاعتنا يوم السبت ان شاء الله. تاني كبسوله معانا النهارده احمد جاب الله طبيب النادي الاهلي بيقول ان بيرسي تاو تعافى تماما من الاصابه اللي كان متعرض لها واصبح ان هو يشارك في المباريات. بالنسبه لامام عاشور ومروان عطيه، طبيب النادي الاهلي احمد جاب الله قال ان الاثنين بيواصلوا التدريبات التاهيليه، وهيخضعهم هم الاثنين هيخضعوا الاشعه ان شاء الله الاسبوع المقبل عشان يشوف مدى الاصابه اتطورت بشكل كبير ولا لا. النينجا حسين الشحات هيواصل علاجه التاهيلي في الجيم عشان يتعافى من الاصابه اللي تعرض لها وعشان يكمل